السلام عليكم. انا دلوقتي بذاكر احسن مما كنت وانا طالبه. يعني دلوقتي تحصيلي العلمي بقى احسن بكتير بصراحه. فانا بعمل ايه وانا ولية سلسينيه كده عشان تحصيلي العلمي يبقى تمام؟ هكلمكم عادي زي اخواتي خلاص، وهقول لكم انا عملت ايه بالظبط. انا لسه مخلصه امتحانات من قريب، فهشرح لكم انا عملت ايه بالظبط الامتحانات اللي فاتت، وان شاء الله نتيجتي تطلع امتياز. يعني ان شاء الله ما تبقاش حبشتكنات، تبقى حاجه حقيقيه ونتيجتي تطلع امتياز باذن الله. بس انا يعني كنت خارجه من الامتحانات الحمد لله مبسوطه من ادائي. فطبعا كله بفضل ربنا وكرم ربنا، يعني انا مهما ما ذاكرت وبتاع هو في الاخر ربنا اللي بيوفق. بس هقول لكم انا عملت ايه بالظبط بعد خبره 12 سنه في طب. انا هقول لكم الزتونه. طيب، اول حاجه كنت بعملها ان انا بحدد المصادر اللي هذاكر منها. انا كنت بمتحن ماجستير، فالماجستير مش هيقول لك ذاكر الملزمه دي او اعمل كذا، لا هو بيقول لك مثلا احنا بنحب الكتاب الفلاني خلاص. فانا عرفت ان هم بيحبوا الكتاب الفلاني، فقمت ايه مذاكرت الكتاب الفلاني. طب الكتاب الفلاني ده مثلا في حتت معينه ناقص، في حتت المعلومات فيه قليله، اشوف ايه المصدر التاني اللي انا هجيب منه. يعني اول حاجه ان انا احضر المصادر بتاعتي، وانا عارفه ان احنا عندنا الكليه برضو ما عندناش مصادر قوي، فدي خطوه مهمه ان انت تحدد انت هتذاكر من 1 2 3. طيب انت عرفت مثلا المصادر بتاعتك، خلاص تبدا تحصر. عندنا كام شابتر؟ يعني مثلا عندنا 20 شابتر، و20 شابتر باساميهم، و20 شابتر نبقى عارفين كل واحد في كام صفحه، او هياخد كام يوم مذاكره، او كده نبقى عارفين تفاصيل التفاصيل. اتفضل. عادي في الحته اللي فاتت دي عشان الصوت يعني لا عادي خلاص. مش عادي. عادي عادي. بعد ما نعرف كل عندنا كام شابتر، وكل شابتر ياخد وقت قد ايه، في كام صفحه وكده، تمام، نقوم عاملين ايه؟ جدول. طب الجدول ما التزمناش بيه نعمل غيره عادي. ده اللي انا كنت بعمله، انا على طول عماله بغير في جداولي. يعني بعمل جدول مثلا لمده شهر، بقول كل اسبوع الاسبوع ده هذاكر كذا، الاسبوع ده هذاكر كذا، الاسبوع ده هذاكر كذا، وهكذا. احيانا بيفقد مني اسبوع، يعني في اسبوع كده بيطير، تمام، وده بيحصل. خلاص عادي، بقوم مرحله الاسبوع، برحل الجدول كله عادي. فالجدول يتعمل ونحاول نلتزم بيه، بس مفيش مشكله لو احنا عملنا جدول جديد ونمشي عليه. هي الفكره بس ان انت يو كيب شوينج اب. يعني ايه كيب شوينج اب؟ يعني تفضل تحاول ان انت تلتزم. انما لو سقطت الموضوع خالص ورميته، لا هنا بقى بيبدا سلسله الفشل الجميله، تمام. ده انا اللي هو برمي الموضوع خالص وابدا افوق في اخر كام يوم. ده كنت انا ايام الكليه. دلوقتي لا، الدنيا بقت منظمه شويه، وبقيت ان انا ايه ابدا الموضوع بدري شويه، عشان بقى عندي، هقول لكم بقى عندي ايه، لان هو ده غالبا اهم سبب يعني. بس خلينا نكمل حاجه حاجه. طيب حددنا المصادر وعملنا جدول، عشان الجدول ده هيفشل ونقوم نعمل غيره، بس نلتزم بيه، نحاول نلتزم على قد ما نقدر. الجدول ده بقى ما يبقاش جدول للابد. يعني احنا بنعمل جدول لحد اخر اسبوعين، اخر اسبوعين بنعمل بقى جدول مخصوص ونحاول نلتزم بيه. ما نجحناش هنعمل جدول تاني اخر 4 5 ايام قبل الامتحان. اخر 4 5 ايام قبل الامتحان ده بقى نحاول بقى ان احنا خلاص ده هايبر فوكس مود، مفيش حاجه هتشغلنا عن المذاكره. هم الاربع 5 ايام بتوع اللي قبل الامتحان هم دول المذاكره فقط، مفيش حاجه تانية تشغلنا عنها. حاجه طبعا وانا بعمل الجدول ابقى حاطه في دماغي انا ايه التارجت بتاعي. طب انا ممكن اعمل جدول ان المنهج يخلص مره. فانا عرفت كندا ان لما المنهج بيخلص مره، اللي تذاكر في الاول خالص بيتنسي، واللي تذاكر ليله الامتحان هي دي الحاجه الوحيده اللي انا بفتكرها خلاص. فتوصلت ان ليله الامتحان دي المفروض انها تبقى المراجعه الثالثه مش الثانيه، الثالثه للمنهج، تمام. انما المذاكره الحقيقيه 3 مرات. اذا الجدول اللي هنعمله هيبقى فيه التارجت ان الحاجه تتذاكر 3 مرات. ده انا كندى. يمكن انت تحصيلك اذكى مني واحسن مني، بتخلص في مرتين، يمكن بتخلص في مره واحده، بس انا كندى لازم 3 مرات، وما ما كانش اكتر، خاصه في التخصص بتاعي برضو لان هو بيحتاج مذاكره يعني كتير. فبعد ما هنعمل التارجت ان هو يتذاكر 3 مرات، الحاجه بتثبت كويس قوي بقى. طبعا موضوع ال3 مرات ده مهم برضو لو هو امتحان معادله، امتحان زماله، امتحان ياسمليه، كلهم كده. حتى لما تلاقي الجداول بتاعت الاجانب بيقول لك الفيرست ريد والسكند ريد وهعمل موكس. فحكايه ال3 مرات دي مهمه، بس يعني ربنا معاك، انت هتعمل حاجه غير كده ربنا معاك. طيب انا طبعا كنت الفتره يعني في فتره كده من المذاكره كنت بذاكر وانا في الشغل. طب انا كنت بعمل ايه ايام الشغل؟ بروح الشغل وبرجع بصراحه هلكانه مش قادره اعمل اي حاجه، فكنت يعني يا دوب ساعه ساعتين بالكتير، ده انا لو ببقى كده شاطره قوي. طيب بستغل كل الوقت بقى اللي هو في اليوم. يعني مثلا وانا رايحه الشغل في وقت في الاتوبيس ساعه ونص ولا حاجه، بقرا فيهم او بسمع فيديو او حاجه، او بتفرج على فيديو او ايا كان. وانا راجعه نفس الكلام. طيب مثلا قبل النوم ممكن اخد نص ساعه كده اتسلى في اي حاجه.
في اي وقت كده في النص تقدر ان انت تعرف تذاكر فيه ذاكر فيه، خاصه لو انت مرتبط بحاجه تانية غير المذاكره، في شغل، في اطفال، لو انت ست متجوزه، في مثلا كليه، يعني انت بتروح تحضر في الكليه فمش عارف تظبط امورك. حاول على قد ما تقدر ان انت كل الوقت الفاضي تستغله، خاصة لو بتروح البيت بعد 5 المغرب، ده بيبقى خلاص، يعني تصحى من 6 الصبح تروح 5 المغرب، ده اليوم بيبقى منتهي يعني، فده تمام. طيب لو في بقى يوم اوف، لا اليوم الاوف ده للمذاكرة، خاصة زي ما قلنا اول شهرين مثلا المذاكرة، لو امتحان كبير الشهرين مثلا اللي قبل كده اللي هم التحضير، عادي اليوم الاجازة 4 5 6 ساعات منه يبقى المذاكرة بس، مذاكرة بس بتركيز وعمق وكل حاجة. طيب خلاص قربنا على الامتحان، يعني الامتحان فاضل عليه اسبوعين، لا كل يوم 12 ساعه مذاكره، 12 ساعه، يعني انت قايم نايم صاحي 12 ساعه بذاكر، ده اللي انا كنت بعمله بصراحه، 12 ساعه مذاكره كل يوم. فايام الاجازه من 5 ساعات ل 8 ساعات كويس، ايام اللي خلاص اللي احنا قربنا للامتحان فاضل قليل، لا 12 ساعه. طب هنقسم ال 12 ساعه ازاي؟ ما هو مش منطق برضو، يعني مش هنقعد ال 12 ساعه على بعض نذاكر، لا كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بقسم اليوم بلوكات، انا بصحى الساعه 7 الصبح، تمام، عبال بقى ما اصلي واعمل النسكافيه، ممكن اتفرج لي على فيديو يوتيوب كده افصل دماغي واروق على نفسي، خلاص الساعه ممكن تبقى بقت 9، بقعد اذاكر من 9 لحد 12، تمام، وبعدين اقوم ايه من 12 2 نايمه كده، انا عامله بقى لنفسي تايم لاين وما بحدش عنه، اصحى اذاكر من 2 ل 6، حلو، وبعد كده من 6 ل 8 اعمل غدا، نقعد ناكل نتفرج على حاجه على التلفزيون وهكذا، خلصت الساعه بقت 8، من 8 بقى ل 12 اقعد اذاكر، او من 8 ل 11 اقعد اذاكر، وادي ال 11 ساعه مذاكره او ال 12 ساعه مذاكره. هي الفكره ان انت تبقى مقسم الحاجه وتنام في النص، لان دماغك، يعني انا جربت في النص ان انا اخد متواصل، اصحى متاخر شويه، يعني اصحى اصلي الفجر وانام، واصحى متاخر شويه على الساعه 10 11 كده واقعد متواصل، لا انا بوصل الساعه 8 مش قادره، عايزه انام عايزه انام مش قادره، فلقيت انه احسن حل ان انا اصحى بدري، وفي النص القيلوله، سبحان الله، يعني هو النبي اصلا كان يعني القيلوله كانت مهمه، فهي القيلوله الساعه 12 اصلي الظهر واقوم نايمه لي ساعتين حلوين كده لحد الساعه 2، فده اللي انا كنت بعمله ايام ما كان خلاص انا واخده اجازه من الشغل عشان خاطر الامتحان. لو انت ما عندكش الاريحيه دي، حاول ان انت تورك اراوند او تشتغل حوالين المواعيد بتاعتك، وتبقى عارف انت جسمك بيرتاح على ايه. في ناس بتقلب بقى ايه تنانين بالليل، حلو، يبقى انت خلي كل ساعات الشغل بالليل، والصبح ده ممكن تنام ممكن بتاع، انما انا خدت بالي ان انا بحصل اكتر بالليل، بس ببقى قرفانه وعايزه انام وعايزه اخلص، فلا لقيت انه بقى موضوع تقسيم اليوم ده بمواعيد محدده مهم، حلو قوي، من 7 ل 12، 12 ل 2 نوم، 2 ل 6 مذاكره، 6 ل 8 لعب، اكل غدا معرفش ايه، 8 ل 12 او 8 ل 11 مذاكره، بس فنقسم اليوم، تنظيم النوم والاكل. ما تنامش بقى متاخر وتزعل انك صاحي مكسر، ما تاكلش خالص وتزعل ان انت قاعد جعان مش عارف تركز، لا الحاجه تبقى منظمه، يعني احنا هننام في ميعاد ونصحى في ميعاد، ونحاول ان احنا نثبت المواعيد دي عشان جسمنا ودماغنا تبقى ايه متظبطه ومتسيستمه على الكلام ده. الاكل نبقى برضو عارفين انا هاكل كذا النهارده، يعني انا مثلا انا كنت بطبخ، انا اللي كنت بعمل الاكل، فكنت ببقى محضره انا هعمل كذا النهارده، لو مفيش يبقى احنا هنطلب دليفري النهارده، لو مفيش يبقى انا هطلب مثلا مش عارفه من سوبر ماركت ايه يجي واظبط حالي، عشان خاطر ده برضو بياخد من وقت التفكير، يعني ان انت هتاكل ايه ده بياخد من الوقت جامد بصراحه بالنسبه لي، فلا انا كنت بقعد انظم هناكل كذا النهارده، هناكل كذا بكره، هناكل كذا بعده، وابقى محضره الحاجه دي في الثلاجه، بحيث ان انا ايه ما اصحاش تاني يوم اقعد اقول يا ده كذا ناقصني او يا لا، تبقى الحاجه متحضره. نفس الكلام النوم، طبعا 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 الموبايل ده انا بتسحل سحلات احيانا على الموبايل بالساعات، خلاص، فقمت منزله ابلكيشن اسمه ستي فري، طبعا عشان انا محدش يعرفني ده مش اعلان اصلا، فعادي هحط اللينك بتاع الستي فري ده. هقول لكم ايه، انا حطيت ان انا هقعد على الانستجرام ساعه وعلى الفيسبوك ساعه الا ربع، وكنت بخلصهم كل يوم، ويقوم البرنامج قافل لي بالعافيه، فكنت بسيب التليفون لحد ما لقيت ان ده برضو يعني مش جايب نتيجه قوي، او ان انا خدت بالي ان كل ما التليفون يعمل نوتيفيكيشن اقوم ماسكه التليفون، فقلت طب وليه اقوم قافله النت بس، فكانت كلمه السر ان انا اقفل النت. مجرد ما قفلت النت من التليفون ويبطل ان هو يعمل لي تين فانا اقوم ماسكاه، يعني هي النوتيفيكيشن اقوم ماسكه التليفون، ده كان بصراحه شيء محوري، خلاص ما بقتش مرتبطه بالتليفون، يعني يحصل اللي يحصل على النت انا قافله النت. ولما اخر حاجه بقى، واعتقد هي دي اهم حاجه بصراحه فرقت معايا في امر المذاكره، اللي هو انا بذاكر ليه. مذاكره شغلك بصراحه كانت بالنسبه لي لا مختلفه تماما، يعني انا بذاكر عشان الشغل
او بذاكر عشان ده مستقبلي، او بذاكر عشان ده تخصصي، دي حياتي. فرق معايا جامد جدا. يعني العقليه اللي انا داخله بيها ان انا الحاجه دي ممكن تجي لي بكره، الحاجه دي ممكن تجي لي بعده، الحاجه دي ممكن تجي لي الشهر الجاي، الحاجه دي ممكن تجي لي كمان سنتين، واعرفها بسبب ان انا قريتها دلوقتي، وان انا قررت عليها كذا مره، وان انا كنت دؤوبه في ان انا افهم يعني ايه. فالمايند سيت او العقليه اللي انت بتتخذها وانت بتبدا مذاكره بتفرق جامد جدا. لو انت عارف انت بتعمل كده ليه، خلاص الموضوع منتهي. لو انت لسه في ثانويه عامه يبقى حط تارجت عشان انت تبقى عارف انت بتعمل كده ليه. طول ما انت مش عارف مش هيبقى فيه حاجه مهمه خالص، وهنقعد بقى نضيع وقت ونتسوح وخلاص. لو انت في كليه برضو مش هتبقى عارف ايه اللي انت عايز تعمله طول ما انت فعلا مش عارف، مش هتبقى عارف انت بتذاكر ليه اصلا. مع ان انت برضو في كليه طب، يعني هو انت بتذاكر ليه؟ عشان تبقى دكتور، يعني صباح الفل، يعني مفيش حاجه اصلا غريبه في الموضوع، مش محتاجه. بس لما انت تحط تارجت لنفسك انت مختلف عن الناس بتفرق. فالعقليه، وده اهم سبب في رايي يعني. بس ولو حد عايز يسأل أي حاجة عن طرق المذاكرة أو يعملوا إيه في سنة أولى سنة تانية، أي حاجة في الباثولوجي، أنا عندي قناة في الباثولوجي، هحط اللينك بتاعها تحت، وإن شاء الله ناوية أنزل فيها المنهج النظري بإذن الله. الحاجة التانية لينك الانستجرام برضو، لو حد عايز يتواصل معايا يسألني عن أي حاجة في طرق المذاكرة، يسألني عن أي حاجة في الباثولوجي، يتفضل ينورني في أي وقت. هي دي طريقة المذاكرة بتاعتي، وأشوفكم الفيديو الجاي.